أيها المؤمنون، الدنيا مضمار تنافس وميدان تسابق، فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا. نعم عباد الله، هذه حقيقة لا بد أن تكون واضحة بين ناظري المسلم الناصح لنفسه، حتى لا يفوت الأمر وتكون الندامة. الله عز وجل خلق الخلق في هذه الحياة لغاية محددة ومقصود معين: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن الناس عباد الله من هو منشغل في هذه الحياة بما خلقه الله لأجله، ومنهم من شغله في هذه الحياة ما خلق لأجله. فإن الله عز وجل خلق هذه الدنيا وسخرها لابن آدم لا لينشغل بها عن الله وعما خلقه الله لأجله، وإنما خلقها لتكون معونة له على طاعة الله جل وعلا. فلا ضير على عبد الله المؤمن أن يأخذ نصيبه من الدنيا بما لا يكون فيه ثلم للدين ولا ضياع للآخرة. ولهذا جاء في الدعاء المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا.